الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا تبيتن إلا خالي البال، فوض أمرك إلى ربك، استسلم، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. سهرت أعين ونامت عيون، في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون، سيكفيك سبحانه. يقول علي بن جبل الشاعر المشهور: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا. الرضا بحكم الله وتسليم الأمر له سبحانه والتسليم باختياره سبحانه وتعالى هي عبودية المؤمن في كل حال، في خير أو. الركن السادس من أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره. كلما أنزلك الله منزل أن ترضى باختيار الله. يا إخوة، نحن عبيد لربنا، هو يدبرنا ويصرفنا ويختار لنا الأحسن، ولهذا اختياره لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا جل في علاه لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله ما نعلم ما الخير فيه، والله ما ندري ما هو الأصوب له. أحيانا تحرم من وظيفة، من منصب، من مال، من زوجة، وهو عين المصلحة، وهو الاختيار من ربك سبحانه وتعالى، فرض بحكمه وسلم التسليم. روى أحمد في المسند الحديث: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. علق بعض العلماء قال: حتى في المصائب، حتى في المعاصي بشرط التوبة. يقول ابن قاضي: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك اقتراب الحزام، وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت تنام وخالفك ما ينام. ما أحبتي، ركعتان في السحر، لو تقسم سورة تبارك سورة الملك في الركعتين خير من الدنيا ما فيها. ركعتان في السحر في 10 دقائق، في ربع ساعة. أخي أختي، ارفعوا طلباتكم في السحر في الثلث الأخير، ارفعوا الملفات إلى علام الغيوب، ارفعوا الأوراق إلى ملك الملوك، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أحبتي، جلسة السحر هذه عظيمة عظيمة، وقت التجلي الإلهي والتنزل الإلهي. هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. يقول ابن حميد العتيبي: وخير منها ركعتين بلا اسحار، لا طاب من اللي حياته خسره، والله خير من الدنيا وما فيها، والله خير من قصورها وفنادقها ومناصبها. يا أخي، قبل أذان الفجر قم بثلث ساعة ولا بنصف ساعة، توض وصلي ركعتين بسورة تبارك، سمها في ركعتين، واسجد، طول السجود، خير من الدنيا وما فيها. ماذا ينتظرك؟ أحبك الله الله في ركعتي السحر، والله لو لم تقم إلا بركعتين تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مرة، إن خير من الدنيا وما فيها، تلقاها يوم ظلمة القبور، يوم لا يفوتك الاستغفار بالسحر، وبالأسحار هم يستغفرون، تستغفر حتى يؤذن للفجر. هنيئا لك إذا فعلت ذلك، كل يومك سعادة وراحة.